السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حلا بارد لذيذ وخفيف وسهل جدا، بدون كريمة، بدون بيض، بدون مواد غريبة. اسمه حلا القهوة. ألذ واخف من التشيز كيك بكتير. لعشاق الحلويات الباردة والكريمية هيحبوه جدا، وهنعمله في 10 دقايق ومش هياخد معنا وقت. يلا بينا نبدأ على طول ونشوف هنعمله ازاي. انا هنا استخدمت بسكوت ساده، تقدري تستخدمي اي نوع بسكوت ساده بتحبيه. استخدمت هنا باكوين من البسكوت الساده 300 جرام، تقدري تحطي 150 جرام 200 جرام حسب ما تحبي سمك البسكوت معاكي. انا عشان عايزاه عالي شويه فاستخدمت 300 جرام. ابتديت ان انا اكسره واحطه في الكبه بالشكل دوت علشان اطحنه. طب لو مش متوفر عندك كبه عادي ممكن تحطيه في اي كيس وتبتدي تكسريه كويس. بعد كده هنزل بيه في البوله وهنطحن الكميه الباقيه. تمام. هنا استخدمت 4 معالق كبار من الزبدة، دوبتهم في الميكروويف وهبتدي انزل بيهم على البسكوت زي ما انتوا شايفين كده. وهنا نزلت بمعلقتين كبار من المية عشان حسيت ان هو لسه عايز تاني، فبدل ما اضيف زبدة ضفت معلقتين كبار من المية. تعرفي منين ان هو بقى كده تمام وكويس؟ لما تمسكي البسكوت وتلاقيه تماسك معاكي بالشكل دوت. لو لقيتيه لسه مفرول يبقى محتاج تاني تحطي ممكن شوية مية او شوية زبدة زي ما تحبي. هنا بقى معايا الصينيه اللي بتتفتح اللي هي قالب للتشيز كيك، هبتدي ان انا انزل بيه بالبسكوت بالشكل دوت واوزعه. طبعا لو مش متوفر عندنا قالب للتشيز كيك هتقدري تستخدميه اي صينيه بايركس، مفيش مشكله. بعد كده هبتدي ان انا اسوي البسكوت بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين، اوزعه كويس عشان ما تبقاش طبقه عاليه وطبقه واطيه، لا انا احاول اوزعه بالتساوي. وبعد كده هبتدي اضغط عليه بالشكل دوت علشان اسويه زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هدخله بقى الفريزر على ما احضر الطبقه الاولانيه. هنا بقى معايا كسرولة نزلت ب3 كوبايات من الحليب، ومعايا هنا كريم كراميل هنزل ب3 اكياس من الكريم كراميل وهقلبه كويس. بعد كده بقى هنرفعه على النار وهقلب على نار متوسطة، تكون الحرارة نار متوسطة، وهنقلب بالشكل دوت. واول ما هيبتدي يغلي معايا بالشكل ده هنرفعه من على النار على طول. هنا بقى معايا الخلاط، هنزل بالكريم كراميل اللي في الخلاط. معايا 10 قطع من الجبنة الكيري، اي نوع جبنة تفضليه يكون سادة. ومعايا علبة من القشطة، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقة صغيرة من الفانيليا. وهنا ضفت 15 حبة من البسكوت. وهشغل الخلاط وهضرب الخليط مع بعضه. بعد كده بقى طلعت الصينية من الفريزر وهبتدي انزل عليها بالخليط واصفيه بالشكل دوت علشان لو في بسكوت ولا اي حاجة ما اتضربتش كويس في الخلاط اصفيها. نوزع كده بالتساوي عشان اضمن ان كل حتة تبقى متساوية. يلا بقى نعمل الطبقة التانية. هنا برضك معايا نفس الكسرولة غسلتها وهنزل بكوباية ونص من المية وباكت من الكريم كراميل ومعلقة صغيرة من النسكافيه وهقلب كويس. بعد كده هنرفعه على النار. واول ما هيبتدي يسخن معايا هرفعه من على النار على طول.
هنا بقى معايا بسكوت زي ما انتوا شايفين، طبعا تقدري ما تضيفيش بسكوت ولا اي حاجة، بس يعني انا حبيت ان انا اعمل الشكل دوت. تمام. بعد كده هننزل بالخليط على البسكوت زي ما انتوا شايفين كده عشان يخلي البسكوت ياخد معايا لمعة. هنوزع كده بالشكل ده. بعد كده بقى هندخلها التلاجة، ممكن تحطيها في التلاجة لمدة 3 ساعات. انا حطيتها من بالليل لتاني يوم الصبح. شايفة شكلها حلو ازاي؟ هنا بقى تاني يوم الصبح طلعتها من التلاجة. يلا بقى نفتحها مع بعض. هنرفع القالب بالراحة زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى هنقطعها مع بعض. هنا السكينة حطيتها في مية سخنة وهبتدي ان انا اقطع القطع بالشكل دوت، وهتك كويس لتحت عشان البسكوت يتقطع معايا، وهنسحب لبره. هوريكي تاني. ضروري ان احنا نمسح السكينة بين كل قطعة والتانية. هننزل بالسكينة بالشكل ده لتحت خالص ونسحب السكينة لبره، بلاش ترفعوها لفوق، اسحبيها على بره زي ما انتوا شايفين كده. يلا بقى نطلع قطعة مع بعض. شايفة القطعة عاملة ازاي؟ شايفة الطبقات؟ وطبعا انا هنا عملت جنبها فنجان من القهوة. عايزة اقولك ان هي طعمها حلو جدا وخفيفة ولذيذة ومقاديرها سهلة وبسيطة، واحلى بكتير من الشيز كيك، وما خدتش معانا 10 دقايق. ودي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.